قلناها يوم 11 مارس، يوم 11/3 قلنا ما حدش سمع الكلام. دلوقتي يعني خلاص خدنا حقنا، يعني الناس فرحانه. قلنا احنا مش معاك يا خطيب يوم 11/3، وقلنا ده اسوأ يوم في تاريخ النادي الاهلي. يعني ده اسوأ يوم، ده المنظر بتاعه. ما كان فرقه نادي الزمالك موجوده في الملعب والحكام بتصفر ومفيش حد موجود، ده قلنا ده اسوأ يوم عادي ومحدش سمع الكلام. دلوقتي طالعين نقول بقى احنا خلاص جبنا حقنا. جبنا حقنا بتاع ايه؟ طيب ما انا عايز افهم، انت جبت حقك في ايه؟ طيب ان انت ال3 نقط اللي اخر الدوري خلاص هيتحسبوا لك كده، انت جبت حقك وفرحان. لا احنا ما جبناش حقنا، واحنا اللي خسرانين، واحنا اللي خسرنا ال3 نقط بتوع ماتش الزمالك، واحنا اللي اتسحبنا، واحنا اللي بقت بصمه عار موجوده عندنا في تاريخنا ان احنا 11/3 اتسحبنا قدام. ما حدش يقول ما اتسحبناش، احنا ما رحناش اصلا. فده اسمه ايه طيب؟ مسمينا انسحاب مش انسحاب، واللوائح اتغيرت. انا مشجع عادي، ما المشجعين العاديين ما لهمش دعوه، ولا لوائح اتغيرت ولا قوانين اتغيرت ولا شغلات اتغيرت، مالناش دعوه بالكلام ده. احنا لينا دعوه ان احنا يوم الماتش كنا مستنيين فاتحين اون سبورت ومستنيين حضراتكم تروحوا، محدش راح. مستنيين الاداره تقول اي حاجه، محدش قال اي حاجه. سيبناكم تاني يوم خلاص، ده اتسحبنا، ده احنا خلاص قلنا ده كلام عادي، وفي الاخر احنا ما رحناش عادي يعني. خلاص واتحسبت علينا بصمه عار يوم 11 مارس 11/3 ان احنا ما لعبناش قدام نادي الزمالك، وال3 نقط اتخصموا. ومنين بقى؟ طب ما هو بس عشان ان احنا نجيب حقنا. منين ال3 نقط اللي في اخر الدوري ما اتخصموش؟ ما اتحسبوش خلاص 3 نقط، واتخصم علينا 3 نقط في الدوري قصاد الزمالك. منين ما دام احنا معانا الحق؟ الناس اللي بتقول جبنا حقنا وخلاص واحنا انتصرنا واحنا عملنا. طب فين؟ طيب الماتش ما اتعادش ليه؟ طيب الماتش يتعاد يبقى ده اللي احنا اللي انتصرنا. ال3 نقط اللي اتخصموا لنا دول ما اتخصموش، يقول لك الماتش يتعاد، يبقى ده اللي فيها كلام تاني. ما تجيش 3 نقط اخر الدوري ما اتحسبوش، والحمد لله ان هي اقل في ناس بتقول لك اقل الخسائر. انا معاك ان هي اقل الخسائر، بس مش انتصار. ما تجيش تفرح وتطبل وانتصار، والنهارده الماتش يعني خلاص اللي هيحسم الدوري بتاع البنك الاهلي يعني اللي فازت على بيراميدز 4-2. انت مستني ايه طيب؟ لازم كل قبل ماتش، بص كده، قبل كل ماتش لازم يطلع اي كلام نتكلم فيه. قصه زيزو، قصه رامي ربيعه، قبل كل ماتش. هذا الماتش ده قصه ال3 نقط وال6 نقط قبل اي ماتش مهم. لا خلاص ده هم ماتشين، بدل ما نقول اللعيبه يبقى عندها حمى، يبقى عندها دم، يبقى عندها روح، يبقى عندها اي حاجه في الماتشين دول، ما نسيبش الدوري بسهوله وكل حاجه معانا. يعني خلاص فاضل ماتشين 2 6 نقط، بدل ما يبقى كل حاجه معانا وعمالين نتكلم وندعم اللعيبه زي ما بنعمل ونشجع اللعيبه وخلاص. وعماد النحاس مش، لا نتكلم على المدرب الجديد شويه، لا نتكلم على ال6 نقط، لا نتكلم على زيزو شويه، لا نتكلم على رامي ربيعه شويه. طب ما نتكلم ان في الماتشين دول نخلص الماتشين دول خلاص ونحسم الدوري، بدل ما هو يبقى موسم صفر خالص، ولا كاس ولا كاس رابطه ولا افريقيا ولا اي حاجه، ما فيش قدامنا غير الدوري ده. لا نتكلم في اي حاجه ثانيه، تفويت الزمالك، تفويت، مالناش دعوه. احنا خلينا في ماتشاتنا، نبص في ورقتنا. ده اللي احنا متعلمين، نبص في ورقتنا، مالناش دعوه بحد تاني. يفوت ما يفوتش، مالناش دعوه. ماتش سيراميكا الاداء كان وحش، فوزنا وخدنا ال3 نقط والاداء كان زباله يعني. الماتش اللي قبله بيجي فيه الجونين بتوع ايه؟ الجونين اللي يجوا دول يعني دفاع زي الزفت. ده اللي نتكلم فيه، مش تيجي يقول لك الزمالك فوت ده مش عارف في الكاس. وقابلوني اصل الناس النهارده والله واحد سال واحد زملكاوي انت فرحان ان بيراميدز كسبتك؟ قال لك اه فرحان عشان هم يسيبوا لنا ماتش الكاس. ماتش الكاس هم خدوا الدوري، طيب عشان يسيبوا لك الكاس ما ياخدوا حاجه يبقى يعطفوا عليك في حاجه، وبعدين مش هيسيبوا الكاس. من لك ان هم هيسيبوا لك الكاس، ده اخرك يعني. المشكله يعني حتى لو انت مفوت ونيتك تفوت اللعبه مفوته، ده اخرك برضه يعني. لو انت نازل تكسب مش هتكسب بيراميدز. الدور الاول انت شايل بالع منهم 3 يعني، بنفس اللعيب وبنفس الفرقه، بالع منهم 3 يعني لو جبت اخرك برضه قلت هفوز ما قلتش هفوت هتبقى هتخسر. ده هم رافوا بحالتك، ده كانت بيراميدز وحشه في الماتش ده. فما تقوليش ان انا سبت الماتش عشان يسيبوا لي الكاس، ده شغل عيال. حتى لو انت حصل ده كده يعني انت معترف ان انت مفوت، تيجي بقى تتريق وتقول الدوري ده دوري حرام وكملوا بالدوريات اللي معاك، وعمال تدخل مش عارف وكاله الاهرام والفلوس، ودخلت في قصه ثانيه، دخلت في قصه انه كل حاجه عن التحكيم. لما ناخده بالتحكيم، لما ناخده حرام، لما ناخده دلوقتي اللجنه الاولمبيه مش عارف لجنه تاني جملانه عشان ال3 نقط، وانت نادي ما عرفتش تاخد حقك، انت اللي تخسر. وجاي تدور دلوقتي البيانات بقى، تخيل البيانات بتاعت بيراميدز وبتاعت الزمالك من امبارح لحد ما الدوري يخلص، البيانات بتاعتهم والقرارات كلهم عايزين يتسحبوا، وكلهم عايزين. قلنا لك اصلا ما حدش عارف ينسحب من الدوري. النادي الاهلي ذات نفسه انا كنت طلعنا نقول مش هيعرف يتسحب، مش عارف يكمل، مش هيعرف، مفيش حاجه اسمها ما يكملش الدوري. وفي الاخر كمل، وهو اللي اتضرر في الاخر يعني. احنا كده النادي الاهلي اتضرر بال3 نقط اللي اتخصموا منه بالفلوس اللي دفعها، والجمهور اللي راح الاستاد وما اتفرجش على الماتش. كل ده كانت خسائر على النادي الاهلي يعني. فما فيش حد ذكر نادي ذكر هيطلع يقول لك انا مش هلعب الدوري ده. كان النادي الاهلي عملها يعني، ما فيش اذكر من النادي ده على فكره
يعني هو النادي الوحيد اللي ذكر فيكم يعني، ما فيش اذكر منه، كان هو الوحيد اللي كان يعرف ما يكملش الدوري وبرضه كمل الدوري. فما تجيش انت يا زمالك ويا بيراميدز تقول لك مش هكمل الدوري طز عنك ما كملته. فما انت الوحيد اللي هتخسر زي النادي الاهلي ما خسر 3 نقط، انت هتخسر اكتر. فاحنا بنعرف ناخد حقنا، انت ما بتعرفش. دي مشكلتك مش مشكله النادي الاهلي. فخلاص ما نسيبنا من كل الهرايين دول، نركز بس في النهارده في الماتش. يبقى فاضل لنا ماتش بعد، لو فزنا النهارده يبقى فاضل لنا ماتش بعدين، هنحتاج نتعادلوا بس الدوري يبقى بتاعنا. معلش بس كانت قصه رامي ربيعه. بس رامي ربيعه قال لك رايح بيراميدز. طب معلش احنا ماسكين في ايه ومتضايقين في ايه؟ ما يروح بيراميدز يا حبيبي. هو رامي ربيعه ده محمد عبد المنعم مثلا ولا فان دايك ولا مش عارف، ما يروح اللي يروح. طب ما كان اكرم قبل كده عايز يمشي، والناس اللي راحت الخليج ما اللي يروح كل ده راح عشان الفلوس. فالناس اللي زعلانه، زعلان ليه يا ابني؟ ولا دي الجان ولا انا نفسي افهم مين لو مقتنع برامي ربيعه الدفاع بتاعه. طيب طب ما ولا ياسر ولا رامي ولا شناوي ولا الباكات بتاعتنا دي باكات، معلش مع احترامي ليهم كلهم، خلاص احنا ما عندناش الا خط نص وهجوم، بعد كده ما تقابلش ورا. يعني انت ازاي انت بتجيب اجوان بيجي بتعبي فيك اجوان برضه. الماتشات اللي بتعملها حلو بتجيب فيها اجوان، بيجي فيك اجوان برضه سهله وغلطات. والشناوي كفايه عليه كده، ورامي ما يروح بيراميدز حبيبي، ده مصلحه لينا لما يروح بيراميدز رامي ربيعه. ويا ريت ياخدوا ياسر معاه وخلاص واشرف داري، ونشوف احنا اصلا ما نلعب من غير دفاع خالص. ما هي هو بيجيبوا جوان في نفسهم وبيجيبوا جوان وغلطات. ما يجيش تقول لي ياسر مش عارف انقذ الكره بتاع السيراميكا، ما بنمسكش احنا، ما مسكناش فيه لما جاب الجون في نفسه. فلما يجي ينقذ كوره فمش هنطلعه ان هو احسن دفاع في افريقيا. هو الدفاع عندنا بايظ في النادي الاهلي، ما يجيش تفكر ساعه ما الحضري مشي خلاص مش حاجه اسمها انتماء في النادي. محدش يقول لك لعيبه ومش عارف ايه، هو ما فيش غير النادي بس، ولا اداره ولا جهاز قاعد ولا كابتن محمود الخطيب قاعد ولا دفاع قاعد، كله بيدور على المصلحه. عادي رامي لا مصلحه كتمنص هناك، لا خلاص هيروح. الشناوي لو لا ياخد الشناوي يبقى هناك 2 شناوي عادي عادي، مش فارقه. وشوبير يقف وخلاص ونشوف 2 ناشئين نوقفهم مكان رامي ومكان ياسر عادي يعني. ايه المشكله؟ ما نرجع محمد عبد المنعم، هو الوحيد اللي يعتبر احترف، ده ما راحش عشان الفلوس، ده الاحتراف بقى. لكن بقى اللي راح الخليج واللي عايزين نجيبهم في كاس العالم للانديه، لا وبيشترطوا ان هم يلعبوا البطوله بس بتاع كاس العالم للانديه 3 ماتشات بس ويرجعوا تاني انديه. شفت غريب عن كده؟ ده احنا ما نلعب باللعيبه اللي موجوده، احنا ندور على اللي سابونا وراح عشان الفلوس. اكرم كان ماشي لحد دلوقتي ما مشيش ليه مش عارف، وبيلعب والكابتن محمود بيسلم عليه وعادي والدنيا ايزي وعادي. رامي عايز راح عشان رامي راح عشان بيراميدز ليه؟ عشان بطولات. ما اكتر لاعب خد افريقيا على فكره رامي يعني. هسيبك من ان هو كان بيقعد احتياطي او ما لعبش، هي البطوله الاخيره هي اللي كان بيقدم فيها، واخد 6 بطولات اكتر لاعب واخد يعني افريقيا. مش فاهم هيروح بيراميدز عشان البطولات؟ لا وراح عشان الفلوس. اي لاعب بيسيب النادي الاهلي بيسيبه عشان بطولات؟ لا بيسيبه عشان الفلوس. ما دام رايح خليج رايح بيراميدز هو سايبه عشان الفلوس، فاللي يروح يروح. ما نعملهاش قصه وبروباجندا بقى جامده. والماتش هيشتغل النهارده وهنلعب النهارده وهنلعب، ما فاضلش غير ماتش واحد في الدوري. خلاص شكرا رامي، مع السلامه رامي حبيبي.